السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ازيكم اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والنهارده معانا خبر مؤكد موثق بوثيقة رسمية طالعة بتاريخ 31/3/2019 بالمحذوفات من المناهج للمرحلة الابتدائية والإعدادية. المصدر هو معانا صفحة المعلم، وهوريكم الورقة الرسمية اللي طلعت معانا واللي اتوزعت على جميع الإدارات التعليمية ومن ثم على جميع الإدارات التعليمية والمدارس. اهو زي ما انتم شايفين كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذ الدكتور رئيس قطاع التعليم بناء على توجيه سيادتكم بشأن تخصيص أجزاء من منهج التربية الدينية الإسلامية والقراءة والاطلاع فقط من خطة منهج الفصل الدراسي الثاني لعام 2018-2019 نفيد. وابتدى بقى المحذوفات. أول حاجة معانا من منهج المرحلة الابتدائية، عندنا الصف الرابع الابتدائي، الوحدة بشأن تخفيف منهج التربية الإسلامية التربية الدينية الإسلامية لعام الدراسي الفصل الدراسي الثاني سنة 2019. زي ما انتم شايفين كده. بالنسبة للصف الرابع الابتدائي، الوحدة الثانية الدرس الثالث نشيد القرآن خير كتاب، والوحدة الثالثة الدرس الثالث مواقف من حياة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. معانا بقى كده كتب كل حد في أي من في المرحلة الابتدائية من أولى ابتدائي لحد ثالثة إعدادي أو ثاني إعدادي، يجيب معانا الكتب ويبتدي إن هو يخطط معانا على الحاجات المحذوفة، يبتدي إن هو يخطط عليها. تمام. الوحدة الثالثة الدرس الثالث مواقف من حياة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الصف الخامس الابتدائي، الوحدة الرابعة الدرس الأول في نور تلاوة سورة الإنسان، والدرس الثاني المؤمن يحافظ على البيئة، وكتاب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. الفصل السابع الحكم المرتضى. الصف السادس الابتدائي، الوحدة الثالثة من القرآن الكريم سورة الجن من الآية 15 لحد آخر السورة. والوحدة الرابعة من القرآن الكريم سورة الرحمن الآيات من 41 لحد آخر السورة. وكتاب السيدة خديجة رضي الله عنها الفصل العاشر ذكريات ووفاء. بالنسبة برضو لمادة التربية الدينية، برضو بالنسبة للصف الأول الإعدادي من القرآن الكريم سورة ياسين من الآية 76 لآخر السورة، وسورة الأحزاب من الآية 56 لآخر السورة. والوحدة الثالثة الدرس الثاني الإنسان والهواء، والدرس الثالث الإنسان والنبات، ومن كتاب أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها الفصل السابع. أما بالنسبة للصف الثاني الإعدادي، الوحدة الأولى من القرآن الكريم سورة الفرقان الآيات من 63 لآخر السورة، وسورة الأنعام من الآية 141 لآخر السورة. والوحدة الثانية الدرس الثالث الإسلام وتنمية المجتمع، والوحدة الثالثة الدرس الأول الإنسان والقضاء، ومن كتاب أسامة بن زيد رضي الله عنه الفصل السابع. وزي ما انتم شايفين ختم المدير العام مكتب المدير العام لتنمية مادة التربية الدينية، وبتاريخ 31/3/2019. فيا جماعة الورق ده مش قديم، لأن كان انتشر على صفحات السوشيال ميديا ورق بتاع السنة اللي فاتت، فاحنا بنأكد ان ده ورق السنة دي. أما بالنسبة ده نفس الكلام بتاع مادة التربية الدينية الإسلامية. بالنسبة بقى لمادة الدراسات الاجتماعية، برضو بناء على بتاريخ 31/3/2019، وبرضو المقررات للاطلاع فقط زي ما انتم شايفين. برضو مادة مدير عام المسؤول عن مادة الدراسات الاجتماعية، والاسم مكتوب والختم زي ما حضراتكم شايفين والتاريخ. بالنسبة للصف الرابع الابتدائي، الوحدة الرابعة ملغي اللي هي تحت عنوان مظاهر الحضارة المصرية القديمة، ملغي الدرس الثالث الحياة الاجتماعية، والدرس الرابع الحياة الاقتصادية. وبالنسبة للصف الخامس بالنسبة في مادة الدراسات الاجتماعية، الوحدة الثالثة شخصيات وأحداث في عصر الدول المستقلة، الدرس الثالث صلاح الدين الأيوبي الدولة الأيوبية، والدرس الرابع سيف الدين قطز دولة المماليك. أما بالنسبة للصف السادس الابتدائي، الوحدة الثانية البيئة الساحلية، ملغي الدرس الثاني الخصائص السكانية للبيئة الساحلية، والدرس الثالث الموارد والأنشطة الاقتصادية في البيئة الساحلية. المرحلة الإعدادية الصف الأول الملغي في الوحدة الثانية الأخطار الطبيعية والبيئية، ملغي الدرس الثالث في الأخطار البيئية. وفي الوحدة الخامسة المواطنة الصالحة، ملغي الدرس الثاني المواطنة حقوق وواجبات، والدرس الثالث أنت والقانون.
بالنسبة للصف الثاني الإعدادي ملغي في الوحدة الثانية ثروات وطننا العربي، الدرس الرابع التكامل الاقتصادي العربي، والوحدة الخامسة قيمنا الإسلامية والمواطنة الصالحة، ملغي الدرس الثاني المشاركة التطوعية. بالنسبة بقى للملغي في مادة الرياضيات بالنسبة للصف الثاني الابتدائي، الملغي بقى بالنسبة لمادة الرياضيات وبرضه زي ما انتم شايفين برضه ورقة رسمية، التقويم الهجري والميلادي من صفحة 69 لصفحة 71، وقراءة الساعة من صفحة 61 لصفحة 63، والتمارين بقى اللي على كل ده صفحة 108 وصفحة 104 و105 وسين 4 وصفحة، والسؤال الرابع ألف في صفحة 114 والسؤال الرابع ألف في صفحة 117. بالنسبة لثالثة ابتدائي ملغي عليهم قياس الحرارة والاحتمال، قياس الحرارة من صفحة 58 لصفحة 60 والاحتمال من صفحة 79 ل 81. وبالنسبة للجزء بقى الخاص بالتمارين صفحة 83 رقم 1 وصفحة 83 رقم 4 وصفحة 85 رقم 3. بالنسبة للصف الرابع ابتدائي عندك عندنا الأنماط البصرية وجمع البيانات، الملغي في الشرح صفحة 35 وجمع البيانات من صفحة 48 لصفحة 50. وبالنسبة للجزء الخاص بالتمارين صفحة 52 وصفحة 58 وصفحة 56 وصفحة 59. الصف الخامس الابتدائي الأنماط العددية صفحة 13 وجمع البيانات صفحة 48 و49 وجزء التمارين صفحة 13 و14. الصف السادس الابتدائي الأنماط العددية والتجربة العشوائية من صفحة 20 ل 22 ومن صفحة 58 لصفحة 60 وجزء التمارين من صفحة 8 ل 9 وصفحة 45. الصف الأول الإعدادي ملغي العينات وترتيب أجزاء العمليات الرياضية، الجزء في الصفحات بقى في الكتاب من صفحة 58 لصفحة 60 وصفحة 20 و21 والجزء الخاص بالتمارين صفحة 45 وصفحة 13 عفوا صفحة 13 وصفحة 5 صفحة 13 يا جماعة وصفحة 5. بالنسبة للصف الثاني الإعدادي تحليل اكتمال المربع صفحة 15 وصفحة 16 والجزء الخاص بالتمارين ملغي صفحة 6. تمام. بالنسبة بقى للجزء الخاص بالعلوم مادة العلوم، الصف الخامس الابتدائي الوحدة الأولى الاحتكاك النشاط 3 الاحتكاك والحركة صفحة 4 طريقة تقليل الاحتكاك صفحة 7. السؤال الأول ألف وجيم والسؤال الثاني ب ودال والسؤال الثالث والسؤال الرابع ألف وب والسؤال الثالث ألف والسؤال الرابع ألف وجيم والسؤال الخامس جيم وه. والصفحات قدام حضراتكم اهي، صفحة كل الأسئلة دي موجودة في صفحة 7 وصفحة 4 صفحة 4 وصفحة 7 وصفحة 8 وصفحة 9 وصفحة 10. والوحدة الثانية الجهاز الدوري وجهاز الإخراج تدريب الدورة الدموية صفحة 13. السؤال الأول سؤال 1 ه وواو صفحة 14. سؤال 3 ج صفحة 15. والنشاط 4 التخلص من الفضلات صفحة 16 و17. وكمان السؤال س 4 في صفحة 20. بالنسبة للصف السادس عندنا ملغي في الوحدة الثالثة في الدرس الأول كسوف الشمس من بداية نشاط كيف يحدث كسوف الشمس حتى نهاية صفحة 44 يعني صفحة 43 و44. وخسوف القمر رصد الجزء الخاص برصد الفضاء صفحة 51. والصف الرابع برضو عندنا عفوا الصف السادس في الوحدة الرابعة الدرس الأول من بداية دور الشعيرات الجذرية حتى نهاية نشاط صعود العصارة صفحة 56. التدريبات بقى الملغية على الصف الثالث الصف السادس الابتدائي أسئلة على نشاط كيف يحدث كسوف الشمس صفحة 22. أسئلة على نشاط ووصف أنواع الكسوف برضو نفس الصفحة. وتدريبات الدرس صفحة السؤال 1 صفحة 22 والسؤال 3 ب وج والسؤال وس 4 صفحة 23. التدريبات العامة على الوحدة الثالثة س 1 ب ود وس 2 ج وس 3 أ وج والكلام ده صفحة 28. عندنا س 4 ج ود س 5 ب س 6 أ وب وج صفحة 28. الوحدة الرابعة التركيب والوظيفة الكائنات الحية والتركيب والوظيفة في الكائنات الحية. تدريبات الدرس أسئلة صفحة
أسئلة على نشاط صعود العصارة صفحة 29 وسين 1 ج وه وسين 3 ج وده صفحة 30 وصفحة 31. تمام. بالنسبة بقى للصف الرابع الابتدائي الملغي في مادة العلوم الوحدة الثانية الطاقة وصورها، الدرس الثاني الكهرباء، النشاط 4 اصنع بطارية من الليمون والأجهزة الكهربائية المستخدمة في المنزل صفحة 48 وصفحة 49 و50. بالنسبة للجزء الخاص بالتدريبات الوحدة الثانية الطاقة وصورها نشاط 4 اصنع بطارية من الليمون صفحة 32 والسؤال الثاني الفقرة الثانية صفحة 35. أما بالنسبة برضو للملغي من في الصف الخامس الابتدائي الدرس الأول الاحتكاك صفحة النشاط 3 الاحتكاك والحركة صفحة 4 و5 والدرس الثاني تطبيقات الاحتكاك طرق تحليل الاحتكاك وتطبيقات حياتية صفحة 11 و12 والجهاز الدوري والجهاز الإخراجي الدرس الأول الجهاز الدوري الجهاز الدوري والدوران الدورة الدموية من الدورة الدموية لغاية ما قبل كيف تحافظ على صحة جهازك الدوري صفحة 20 والدرس الثاني الإخراج في الإنسان نشاط التخلص من الفضلات الإخراجية ووظيفة الكلية من التخلص من الفضلات الإخراجية لغاية ما قبل التخلص من الأملاح الزائدة صفحة 25 و26. الجزء الثالث اللي هو الخاص بالتربة الدرس الوحدة الثالثة التربة الدرس الأول مكونات التربة كيف تكون التربة الزراعية في مصر صفحة 32. بالنسبة بقى للجزء الخاص بالاطلاع فقط في جزء الخاص بالتدريبات الجزء الخاص بالتدريبات عندنا في الصف الرابع الابتدائي الوحدة الثانية الدرس الثاني الكهرباء صفحة 45 و50. عفوا ده من المنهج برضو والمرتبط بيه من تمارين وتدريبات. الصف الخامس ابتدائي الوحدة الثالثة أنواع التربة وخصائصها صفحة 35 لصفحة 41. الصف السادس ابتدائي امتصاص وانتقال الأماء والأملاح من صفحة 52 لصفحة 58. والصف الأول الإعدادي الوحدة الثالثة الصخور والمعادن من 61 ل 69. والثاني الإعدادي الوحدة الثالثة التكاثر في الإنسان من صفحة 57 لصفحة 66. ده يا جماعة المخصص بالجزء المخصص بالمدارس اللي بتدرس لغة فرنسية. فانا هسيب لكم يعني هكبر لكم كده الشاشة بحيث انتوا تاخدوها سكرين شوت وتشوفوا اليونتس الخاصة باللغة الفرنسية لان الحقيقة بصراحة انا مش قوي في اللغة الفرنسية فخدوها كده سكرين شوت. انا هسيبها لكم كده على الشاشة مكبرة فترة خدوها كده سكرين شوت. تمام نكمل مع بعض. بالنسبة للغة الإنجليزية عندنا الصف الثاني الابتدائي الوحدة الثانية at the park دي للقراءة والاطلاع فقط. الصف الثالث الابتدائي on the picnic on a picnic برضو ده للاطلاع فقط. الصف الرابع ابتدائي around the house. الصف الخامس ابتدائي at school. الصف السادس الابتدائي at school. الصف الأول الإعدادي the modern world. الصف الثاني إعدادي space travel. كل ده ملغي وما يقابله من تدريبات للقراءة والاطلاع فقط. بالنسبة للغة العربية الملغي فيها في الصف الثاني الابتدائي درس صديقي كريم ونشيد أجمل يوم. الثالث الابتدائي درس هيا إلى العمل ونشيد بلادي. الصف الرابع الابتدائي فكرة رائعة ودرس أنا والأصدقاء. الصف الخامس الابتدائي مغامرات في أعماق البحار. الفصل السادس ونشيد الثعلب والديك. الصف السادس الابتدائي قصة علي مبارك. الفصل الثامن ونشيد وطني. الصف الأول إعدادي نشيد نصائح للبارودي وقصة عقبة بن نافع. الفصل السابع عشر. الصف الثاني الإعدادي درس اللغة العربية تنعي حظها وكفاح شعب مصر. الفصل الثالث عشر. اتمنى باذن الله يكون يعني الفيديو افادكم وقدم لكم كده فكره عن الملغي في المواد من الصف الثاني الابتدائي لحد الصف الثالث الاعدادي. يا رب يكون الفيديو افادكم. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس وشيروا يا جماعه علشان الناس كلها تستفيد. واشكركم جدا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. دمتم في امان الله.